اللي ممكن تحل باستخدام الصورة لوسائل الماس. تعال نشوف برنامج زي ده مثلا اهو. دوس هنا اهو كده اهو، ونبدأ نحدد له السؤال. وندوس هنا اهو. بيدينا الإجابة 30. لو بصيت فعلا هتلاقي الإجابة طالعة 30. فده من ضمن البرامج اللي ممكن تحل أسئلة وعادي جدا. تعال مثلا ناخد مسألة تانية، وليكن أي مسألة تانية. طبعا البرنامج ده برنامج خفيف، يعني ايه، ما عندوش داتا كبيرة. في برامج بس ده مجاني، يعني ده مجاني وبيحل شغال. هو صحيح ساعات بيغلط لكنه شغال. انما في برامج تانية بفلوس بتحل بالصورة بشكل اسرع، وممكن تكتب لها المسألة. لو كتبت لها المسألة هتحلها لك بشكل افضل. طبعا كتابة المسألة هتبقى افضل، لكن انت بتتكلم على الصورة فطبعا ده من البرامج الفري المجانا اللي بيحل اسئلة. تعال بس ندور على اي مسألة تانية. اي مسألة تانية فيها، بس بدور على مسألة تانية في نطاق تاني. كلهم معادلات. طبعا المعادلات هو بيحلها صح طبعا، لان المعادلات دي ما فيهاش تفكير عالي. لكن في برامج بتبقى محتاجه الانالايز او تحليل بشكل عالي، فطبعا ده ساعات بيغلط فيها. تمام. في برامج تانية بتحل بشكل اكبر واوسع. انا جربت احل امتحان كامل للثانويه العامه، بس طبعا امتحان كامل كان امتحان التفاضل والتكامل كله بالذكاء الاصطناعي وحله كله، بس ده بفلوس. طبعا في برامج تانية بفلوس بتحل المسائل بشكل افضل. طبعا انت ممكن تستخدم البرامج دي من غير، يعني ممكن تكتبها ويحل لك المسائل. تعال مثلا وليكن، تعال مثلا نحل مسألة لفظية. شوف قدرته على برضو على البتاع ده، قدرته عاملة ازاي. استنى كده، لو جينا نحل مسألة لفظية ناخد اسكان. انا ما مش عارف هو ما يقدر يحل مسألة لفظية ولا لا. تعال نجرب ده، شوف يقدر يعمل انلايز لده ولا لا. تعال نشوف يقدر يقراها ولا لا. انصر قال له 20 و15 و10. تعال نشوف المسألة بتقول ايه. المسألة بتقول سارة need 25 to buy CD. She does not have enough money. M أقل من 25. Find 3 solution possible of money سارة has. فطالما الام أقل من 25 يبقى فعلا ممكن تنفع الحلول اللي هي ومديهم اللي فعلا ده إجابته صح. طبعا البرنامج ده مجاني، فزي ما قلت لك إمكانياته محدودة. في برامج تانية بتصور بتحل أي حاجة، وطبعا دي بفلوس. وفي برامج تانية ممكن تكتب لها وتحل. طبعا غير حاجات تانية ان ممكن تطلب منهم ملخصات. يعني هنا مثلا اكلمه اقول له مثلا ممكن تتكلم عربي. طبعا ممكن يتكلم، أو ممكن اطلب منه ممكن تشرح الحل بالعربي. تعال نكمل مع بعض الجزئيات مهمة جدا اللي قلنا في اول الفيديو هنتكلم عليها. طبعا حضرتك بما لا يدع مجالا للشك قادر تحل اي امتحان باستخدام الذكاء الاصطناعي. وكل ما حضرتك تدفع فلوس اكتر كل ما حضرتك يتحل الامتحان بتاعك بشكل اسهل. يعني كل ما مثلا شغال على الشات جي بي تي مثلا اومني او تربو، اللي هي الحاجات اللي هي بفلوس بتدفع لها فلوس، كل ما حضرتك تقدر تحصل على الاجابات بشكل ادق وافضل واحسن. طيب هنا في نقطة مهمة وحبة حاجات حابب اتكلم عليها. رقم واحد خلي بالك في حاجة اخلاقية في الموضوع. بمعنى يعني بما لا يدع للشك في ناس كتير تستخدم الذكاء الاصطناعي في الغش. وهنا يا جماعة احنا رافضين الغش بشكل كامل، لان حضرتك مهما يكون عندك مستواك كويس
او مهما يكون بتحل صح، احنا مش بالضروره الامتحانات تكون هي السبب، لكن او مش بالضروره تكون قياسك بالامتحانات. الذكاء الصناعي احنا بنستخدمه مش بنغش منه. فلو حد دخل دخل راح مشتري موديل الذكاء الصناعي باعلى حاجه موجوده، ودخل بالموبايل قفل الامتحان وجاب 100%، هل ده ممكن يحصل؟ ممكن يحصل، ومع التقدم في السنين الجايه اكيد هيحصل. بس في الاخير حضرتك مهما تعمل كده حضرتك يعني مش صح، وكده بتدمر نفسك. استخدم الذكاء الاصطناعي في تستفاد منه في التعليم، تستفاد منه في الشرح، تستفاد منه في وضع الاسئله، ما استفاد منه في بعض حل الاسئله، لكن ما تستفادش منه في الغش. ده رقم واحد. رقم اتنين، خلي بالك الذكاء الصناعي نفسه بيغلط. كل ما الموديل اللي عندك يكون اقل كل ما الاجابات تطلع غلط. تعال تعمل مثال عملي، وده من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي ممكن نتكلم عليها. ده ضمن اسئله الكيمياء. هل الذكاء الصناعي قرا السؤال؟ قرا السؤال، تمام، هنا اهوت قرا السؤال، ماشي. بعد ما قرا السؤال جاوب السؤال غلط. ودي من ضمن اهم الحاجات اللي حضرتك يجب انك تشوفها بشكل جيد. ايه بقى اللي بيحصل؟ بص يا باشا، ان ساعات في بعض الحاجات الذكاء الصناعي موديلز. يعني ايه؟ يعني مش كلها حاجه واحده. الامكانيات اللي عند العادي مش زي الامكانيات اللي عند الاومني، مش زي الامكانيات اللي عند التربو. كل حاجه بيبقى ليها حاجه، وكل ما تدفع فلوس، وركز، كل ما تكيش فلوس كل ما الامكانيات اللي تبقى موجوده من خلالها تبقى افضل. رقم اتنين، الذكاء الصناعي ساعات بيغلط في قرايه الصور نفسها وترجمتها. يعني حضرتك الافضل في حل اي سؤال انك تكتبه مش انك تصوره. ليه؟ خصوصا اسئله زي دي. يعني مثلا ده ورقه ثانويه عامه فيها شخبطه، فيها مش عارفه مين، فالصوره مش واضحه، وطالما الصوره مش واضحه غالبا الذكاء الاصطناعي بيغلط. النقطه اللي بعد كده، الذكاء الاصطناعي نفسه هو يا جماعه اداه بتطور نفسها بنفسها، وكل مره بتطور نفسها بنفسها وتتعلم مع نفسها. فبالتالي انت حضرتك حتى لو بتديله النهارده معلومات بيبدا يدور عليها ويفكر فيها، كمان شويه يجاوبها صح، شويه يجاوبها صح، شويه يجاوبها صح، ويصبح هذا الفيديو موجود عشان نتذكر مع بعض ان حضرتك حتى لو هتجاوب صح. لان انا متاكد ان بعد كده الثانويه العامه مش هتبقى موجوده بالشكل دوت، او كل الطلبه هتقفلها، او في طلبه كتير هتستخدم ادوات مختلفه في الغش، زي مثلا النضاره يصور بيها الصوره ويستخدم الذكاء الصناعي بالصور بالنضاره يبعت له السؤال ويجاوبه في نفس اللحظه. فغالبا مش هيستمر، ولو استمر ما تستخدمش الذكاء الصناعي في الغش، لان ده بيدمرك وبيدمر حياتك وبيدمر حياه ناس تانية، وبيعمل عدم تساوي في المستويات. النقطه اللي بعد كده زي ما قلت لك، الذكاء الصناعي بيغلط لانه اداه بتتعلم، ده مش بني ادم، فتعلم من نفسك. ما تعتمدش بنسبه كبيره جدا على الذكاء الصناعي، لانه ممكن يترجم الصوره غلط، ممكن يترجم السؤال غلط، ممكن يكون عنده ايرور في حاجه معينه. فبالتالي حضرتك ما تعتمدش على الذكاء الصناعي بنسبه 100% في حل اي مساله. تمام؟ طيب انا دلوقتي البرامج اللي احنا قلناها النهارده هنبدا نديها لكم في الكورس ونديها لكم. انت ممكن تستخدم كذا حاجه، تمام؟ زي مثلا هنا زي ما ده اللي اسمه شات جي بي تي، وده اسمه جيميناي، تمام؟ ده بتاع جوجل، بتاع جيميناي ده بتاع جوجل. حتى لما قضينا له الصوره جاوب برضه السؤال غلط، تمام؟ جاوب السؤال غلط. ف ما تعتمدش بنسبه 100% على الذكاء الصناعي. اتعلم وذاكر. الذكاء الصناعي هو اداه ووسيله من خلالها حضرتك بدات تشتغل. كل ما تطور في المود بتاع الذكاء الصناعي كل ما الاجابات تجي لك افضل واحسن. تمام؟ بس الكلام ده باكد عليه عشان خاطر انا عارف كويس جدا واحد يقول لك يا ولا دي جت في ملعبي. انا هروح مثلا اشتري شات جي بي تي ده ادفع لهم 700 جنيه في الشهر بتاع الثانويه العامه، واجيب اعلى حاجه ولا ادفع لهم زي ما هم عايزين، واخش بيحل كل الامتحانات. خلي بالك ممكن يحل غلط. تمام؟ تعتمد عليه في الشرح، في اخراج الاسئله، في انك مش فاهم نقطه معينه، ولا تعتمد عليه ان حضرتك تغش. تمام؟ بس شكرا لكم.